أصعب لحظة في الممالك العظمى هي مرحلة نقل الملك من ملك إلى ملك آخر، حيث ممكن في أي لحظة يطرى شي حدث اللي يؤدي لانقسام البلاد أو حدوث انقلاب مفاجئ اللي يخربق التراتبية وداك الانتقال السلس ديال السلطة. وهذا الشيء اللي كنهضر عليه هو بالضبط المحاولة ديال الانقلاب اللي كان مخطط لها منذ مدة طويلة باش تطرى لحظة انتقال الحكم من الملك الحسن الثاني ولي عهده الملك محمد السادس، واللي الدهاء ديال الملكين بجوج اللي خلاه ما يطراش. كيفاش وعلاش؟ اسرار اللي يمكن بنسبه كبيره اول مره غادي تسمع بهم. داكشي علاش ما تنساش معاك اعجاب بالفيديو واشتراك في القناه ومشينا. اسرار الانقلاب الاول والاخير على الملك محمد السادس. القصه كتبدا مع شخصيه اغلب المغاربه كيعرفوها، شخصيه دريس البصري، وزير الداخليه اللي كان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، واللي عنده وقع كبير على تاريخ المغرب وكانت عنده مكانه مهمه عند الحسن الثاني. دريس البصري اللي اصبح الوزير الذي قضى على المظاهرات الشعبيه في يوليو 1981 في الدار البيضاء، واللي معروفه بشهداء الكوميره. الوزير اللي حطم التحرك الجماهيري في دجنبر 1990 في مدينه فاس. الوزير اللي خلى ثقه الحسن الثاني تزاد فيه، وتسلسل الاحداث غادي يبين باللي كان ربما عنده نوايا ينقلب على الحكم من جميع جوانب. ومن بين الحوايج اللي كيبينوا التطاول هو محاولة تعيين شخصيات تحت يده في مناصب مهمة في الدولة باش نهار ينوي ينفذ الخطة ديالو يلقى الداعمين ليه كثار ويلقى راسو في موضع قوة. وناخذ كمثال فاش تم تشكيل حكومة 1995 برئاسة عبد اللطيف الفيلالي، واللي البصري اللي اقترح اسناد وزارة الثقافة لعبد الله أزماني. هذا الاخير اللي زقات ليه وقال باللي يلاه جا من عند السي دريس البصري وراه ما عاجبوش الحال، بمعنى عدم الرضا ديال دريس البصري على الناس اللي تعينوا في هذه الحكومه. ايضا في واقعه اخرى في يوم 8 شتنبر 1997 استدعى البصري منتخبين المغرب وعمال الاقاليم باش يخطب فيهم ويقول: لقد اصبحت احمل افكارا ثوريه، واذا كان ليس من حق اي وزير للداخليه ان يتبنى الافكار الثوريه فاني ادعو لها. فهاد الفتره اللي قال فيها هذا الكلام الملك الحسن الثاني كانت حالته الصحيه كتسوء، ولكن مع ذلك وصلته الاخبار وبالفطنه ديالو صرف البصري في واحد الاجتماع وزاري وقال ليه قدام الموزاره: انا الملك وتا واحد ما عنده الحق من غيري في التحكم، حيت كلكم بحال بحال. دريس البصري ما وقفش هنا، يدو طاولة لدرجة انه بدا كيلعب حتى بولاية العهد. ففي سنة 1996 قدر ينجح يدير تعديل دستوري بفصل اللي يولي فيه من الممكن ان اصغر اولاد الملك يكونوا مرشح لخلافة الحكم. والمقصود هنا الامير مولاي رشيد اللي كان كيفضلوا في ذاك الوقت على ولي العهد محمد السادس. التعديل ولا فاتح الباب ديال الوصاية من بعد موت الملك لاصغر اولاده خلافا للدستور السابق، بحيث يكون الامير مولاي رشيد هو الملك مورا موت الحسن الثاني، واللي البصري كان عارف باللي الموت الحسن الثاني قربت بزاف نظرا لتدهور الصحه ديالو. الامير مولاي هشام ولد الامير مولاي عبد الله اللي هو اخ الملك الحسن الثاني، واللي كان مطالع بشؤون القصر الملكي، واللي كان كيقول على دريس البصري العروبي اللي ولا بوليسي. الامير كيعاود وكيقول باللي واحد من الرؤساء سول الحسن الثاني علاش مازال مخلي البصري، جاوبوا الملك وقال ليه باللي في كل حمام كاينه فوطه، ولكن دريس البصري كان بالنسبه للحسن الثاني فوطه ذكيه، بحيث بدا كيوجد انه ياخذ الحكم بلا ارث وبلا انقلاب. وهذا الشيء من خلال التعديل الدستوري اللي قلنا، وايضا من خلال مضايقته للامير ولي العهد محمد السادس، لدرجه انه كان كيصاوب تقارير سريه على محمد السادس وكيديها للحسن الثاني باش زعما يبين ليه تصرفات ولده الشاب الطائشه. شي رفاق ديال محمد السادس كيعاودوا المعاناه ديالو مع دريس البصري، واللي في واحد من الايام دار فيه محمد السادس ووصفه بالحمار. زيد على هذا الشيء بدا البصري كيدير ضغوط باش يحط يدو على ملف ضروره تزويج الاميرات، فزوج وحده ولد مدير الديوان ديالو بن حربيط، وزوج الثانيه لولد صديقه البيضاوي بوشنتوف، والثالثه لولد رئيس الحكومه عبد اللطيف الفيلالي. وهذا الشيء كامل باش يوسع نفوذه ويتقوى اكثر واكثر. وهاد الزواجات سرعان ما سالاو من مورا موت الحسن الثاني. من بين الخطط اللي كان دريس البصري كيحاول يلعب عليهم باش يشد الحكم هو الاصل الشريف، وكنا كنعرفوا ان المغرب والمغاربه على مر التاريخ حكموا سلالات شريفه من الاصل النبوي بحال الادارسه والسعديين وحاليا العلويين. وهذا الشيء اللي خلى البصري يخلي الصحف المحليه تبدا تكتب على انه متاصل من عائله شريفه كترجع اصولها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء راه مهد ليه من قبل، بحيث قام بترقيه احد الاعوان ديالو في عماله الرباط سميتو السباعي، وكلفوا بتاسيس جمعيه الشرفاء الادارسه، ودفع عليه ميزانيه باش يصدر جريده الشرفاء الادارسه. وهذا الشيء اللي خلى ملاحظون انهم ما يستبعدوش نوايا البصري في التخطيط لشي عمليه انقلابيه، واللي غيعطيها الشرعان امام الشعب بانه شريف ادريسي.
وفي الوقت اللي كانت العاده غلبت على العباده في العقل ديال البصري ولا كيحس بالنفوذ والقوه ديالو والاحساس بالرياده ديالو للمغرب وكيتسنى غير النهار اللي توفى فيه الحسن الثاني باش ينفذ المخططات ديالو. ولكن هيهات لعبوا به الاجهزه الجديده بقياده الملك الجديد محمد السادس، وهذا الشيء حتى قبل ما يتم مبايعته كملك، بحيث خباو على البصري خبر الوفاه ديال الحسن الثاني، واللي كان من المفروض بحكم رئاسه ادريس البصري لجهاز المخابرات الدي انه يعرف هذا الشيء. ولكن ما ساق الخبر حتى سمع باللي الجثمان ديال الملك وصل للقصر، وهنا ناض كيجري باش يمشي للقصر وبدا في الاتصالات ديالو باش يحاول يستغل الانشغال ديال الناس والامراء بالجنازه وينفذ المخطط اللي كان راسمه. ولكن محمد السادس كان ذكي وفطن، بحيث كان مسبقا عطى التعليمات لشركه اتصالات المغرب باش يتم قطع الاتصالات على العاصمه الرباط كامله، وعطى ايضا تعليمات لكل من الجنرال حسني بن سليمان والجنرال عروب باش يشدوا ادريس البصري. وبالفعل هذا الشيء اللي وقع، شدوه ودخلوه لواحد الغرفه في القصر وسدوا عليه وحطوا جوج ديال الجدارميه قدامها باش يمنعوه من انه يخرج. وفي هذا السياق كيقول الامير مولاي هشام في مذكره الامير المبعد: لمحت دركيين يحرسين ادريس البصري غير بعيد من الجنرالين عروب وبن سليمان، فسالت عروب ليقول لي ان احتجازه من باب الاحتياط، ومن بعد غادي يلبسوه جلابه ديال واحد من المخازنيه بيضاء باش يشارك في مراسم تقديم البيعه للملك الجديد. وبالفعل غادي يبايع حيت المخططات ديالو كاملين فشلوا في هذه اللحظه. وهنا مع هاد الشكوك كامل اللي كانت كتحوم حول ادريس البصري ومع الازعاج اللي كان كيدير لمحمد السادس، مع ذلك الملك الجديد جدد ليه المهام كوزير للداخليه في الحكومه الثانيه ديال عبد الرحمن اليوسفي. وهنا فين غادي تكون نهايته بارتكاب خطا فادح، بدا كيتصرف في الاقاليم الصحراويه بلا استشاره الملك اللي كان وصلته الخبار باللي البصري كيسلح مغاربه المخيمات، الشيء اللي كيخلي الشكوك حول البصري مره اخرى في شي محاوله انقلابيه. وهنا غادي يصدر الامر ديال الملك بانهاء المهام ديالو وتسليم شؤون الجيش والمخابرات في الصحراء للجنرال العنيقري. في الختام اكيد ان دوله ادريس البصري كانت قائمه من خلال حشود اقطاب النفوذ اللي صنعهم بيديه وغناهم وغرهم بالسير معاه في المستقبل اللي هو رسمه، ولكن تذهب الرياح بما لا تشتهيه السفن. وهذه الاحداث كلها راها من جانب واحد اللي رواه لنا مصطفى العلوي في كتابه الحسن الثاني الملك المظلوم. اما حقائق الامور لا يعلمها الا الله. وانت دابا غادي تقول لي رايك في التعليقات، واش بصح البصري كان ناوي وكيخطط لشي انقلاب ولا غير هضر؟ وانا هنا تنكون وصلت لنهايه الحلقه ديالي. كالعاده كنقول لك كان معاك العميق اخونا، ما تنساش ترتق ديك البوطونه ديال سبسكرايب باش تشوف الحلقات اللي جايين. ما تنساش ايضا تدخل تشوف الحلقات اللي فاتوا، تابعني في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك، حيت ما تقدر تقترح عليا الافكار والمواضيع اللي نديرو في الحلقات اللي جايين. تهلا لي في روحك حبيبي العميق. هاي